اشتراك أسفل الفيديو. انطلق المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني المغربي استعدادا للوديتين المقبلتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية بعد وصول معظم اللاعبين الدوليين إلى مركب محمد السادس لكرة القدم من أجل الالتحاق بكتيبة وحيد خليلوزيتش. ويتقدم نجم تشيلسي حكيم زياش الذي أصر على الحضور لاعبي المنتخب القادمين إلى الرباط للمشاركة في الوديتين المقبلتين بجانب الأسماء الجديدة في لائحة وحيد خليلوزيتش كمهاجم إشبيلية منير الحدادي ولاعب انتراخت فرانكفورت الألماني أيمن بركوك. وبدأ المنتخب الوطني تحضيراته أمس الاثنين استعدادا لمواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية في الرباط يومي 9 و13 من أكتوبر الجاري على التوالي، حيث خضع اللاعبون لاختبارات الكشف عن كورونا كوفيد-19 قبل لقائهم بخليلوزيتش وطاقمه المساعد. يشار إلى أن خليلوزيتش برمج أول حصة تدريبية للنخبة الوطنية مساء اليوم الثلاثاء على الساعة 5:30، وقد لا تشهد حضور الصحافة إلى هناك. أترككم الآن مع صور حضور اللاعبين للمعسكر.